السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا جدعان. النهارده انا حبيت اتكلم عن مشكله حصلت لي في امريكا لسه من كام يوم، بحيث ان انا اوري حاجات للناس ممكن ما تكونش عارفاها، ممكن مواقف تستغرب او اللي حصل ايه بقى. خش في الموضوع. اللي حصل ان هو كان في الويك اند في امريكا اللي هو السبت والحد. كان يوم الحد، فكنت راكب الاتوبيس لان انا شغلي جنب البيت الجديد اللي انا واخده زي 15 دقيقة بسواقة بالاتوبيس يعني. فانت مش هتضطر تاخد عربية يعني ولا حاجة، ده 15 دقيقة يعني. والمواصلات في الويك اند في يوم الاجازة بتبقى ايه، خفيفة، يعني توصل بدري يعني. المهم ركبت الاتوبيس، محطة الاتوبيس، فركبت الاتوبيس فكان فاضي زي ما قلت لكم. يعني تقريبا انا وكان في اتنين تلاتة تانيين. فالمهم انا عندي المحطة بتاعت الشغل بتاعي دي اخر محطة في الاتوبيس. فالراجل سواق الاتوبيس جه قبل مكان الشغل اللي هو المفروض المحطة اللي يقف فيها زي محطتين تلاتة، ووقف قال لي دي اخر محطة. قلت له ازاي يعني اخر محطة؟ دي لسه، وكان الجو ساقع ساعتها. انتوا عارفين نيويورك دلوقتي الجو بقى تلج يعني، ساقع جدا يعني. فقلت له ازاي دي اخر محطة؟ المفروض ان احنا this not the last stop، دي مش اخر محطة. we still have like 3 stop. اعذروا في الانجليزي. فقلت له لسه في 3 محطات، ازاي انت بتوقفني هنا؟ انا بقى باخد المكان ده بقالي سنوي لان اتنقلت البيت من فوق السنة يعني. فقال لي هي كده. قلت له اوكي. قلت له تمام مفيش اي مشاكل. خدت رقم في الاتوبيس من جوه فوق السواق، بيبقى السواق على الشمال في رقم الاتوبيس. فانا كنت عارف قبل كده ان انت لازم لو في مشكله حصلت ما تقدرش تتكلم مع السواق، او لان في الاتوبيس نفسه بيقول لك ما تعملش سيكشوال هاراسمنت، يعني بلاش تحرش لفظي او اي حاجه او زعيق او شتيمه لاي سواق، لان السواق محمي بالقانون هنا في امريكا. لو انت عملت في كاميرات، الاتوبيس مليان كاميرات، بتوصل انك تخش في السجن 7 سنين لاي تحرش لو شتمته حتى. بس كاميرا سجلت او اعتديت عليه في 7 سنين تبقى قضيه فقلت تمام. انا ما حبيتش ان انا كنت متنرفز لان الجو ساقع وما كنتش مضايق في اللبس. فانت هتمشي كل الوقت ده في الجو ساقع، ده انت هتاخد دور برد، وشايفين انا صوتي عامل ازاي. فقلت له تمام. خدت رقم الاتوبيس، قلت له هاخد رقم الاتوبيس. وفي ما في شركه الاتوبيسات في نيويورك اسمها MTA، متروبوليتان سامثينج يعني، حاجه كده يعني، مش هقول لكم بالانجليزي معناها ايه. MTA. ففي حاجه اسمها موقع بتخش عليه، موقع الشركه دي، وبتعمل اي، لو انت ليك اي مثلا موقف حصل زي كده بتدي تعليقك عليه، وبتدي رقم الاتوبيس وميعاد الرحله بتاعتك في وقتها وكل حاجه. المهم انا قلت اعمل كده، مش هي ما جربتش قبل كده، قلت اعمل MTA اللي هو الكومبلين، اللي هو انت بتعمل يعني ايه مشكلتك، وقلت اشوف ايه اللي هيحصل. فقلت يعني ايه، بحيث ان انا ما احسش ان حقي مهضوم. قلت اللي هعمل. المهم انا ايه، مش مستني نتيجه الصراحه. عملت، فقلت ايه النتيجه تيجي ما تجيش ما تجيش. فلقيتهم تاني يوم بعتوا لي ايميل، كنت حاطط الايميل بتاعي، بعتوا لي ايميل كلمنا على رقم التليفون ده. المهم كلمتهم حكيت الموقف واديت رقم الاتوبيس. الحاجه كويسه ان انا خدت رقم الاتوبيس، وميعاده كان الساعه كام؟ كان الساعه 2 ونص قبل 3، فالجو كان ساعه، انا تعبت يعني وجالي برد. فقلت لهم اللي حصل، فقعدوا يتكلموا معايا ايه ده يعني، اتكلموا معايا طب احنا متاسفين والراجل السواق ده طبعا فيه مشاكل كتير، وتملي الناس بتدي رقم الاتوبيس اللي هو فيه لان هو الاتوبيس بتاعه بيتغير، الخط بتاعه بيتغير. فانت عندك حق واحنا ايه متاسفين، طب ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ قلت له مفيش حاجه، انا بس بقى يعني ايه، بحيث ان هو يعني مش كل مره انتوا بتقولوا منه مشاكل كتير فالمفروض يتخذ من عليه اجراء اداري يعني. انا ما بحبش يعني ايه اجيب مشكله لحد، بس موقف زي ده لو ما جريتش ورا حقك في امريكا هنا، لو انت ما جريتش ورا حقك هيتهضم والناس هتضحك عليك. امريكا بلد حريات بس لازم تكون عارف حقك ايه. فالمهم كلموني وقالوا لي انت دايما من رواد الاتوبيس يعني، بتركب اتوبيس دايما ولا؟ قلت لهم لا انا يعني في الاغلب بركبه لان شغل جديد. فقالوا لي اوكي احنا هنعمل لك عرض، الورق الكارت اللي انت بتركب بيه الاتوبيس اسمه مترو كارد، هنعمل لك عرض. انت بتشتري بكام؟ قلت له انا بشتري في الاسبوع الكارت ده ب $31. خلاص احنا هنعمل لك تخفيض 20%.
فده الموقع بتاعنا، ممكن تشتريه اونلاين. اشتريته اونلاين بالتخفيض، ادوني كود حطيته وقال لا، قلت لهم قالوا لي اشتري بسنه، يعني هم بص عايزين يعملوا بيزنس برضه. قلت له لا انا هشتري يعني شهر، 4 الواحد في الاسبوع، يعني اسمه انليميت غير محدود، بتركب بيه اي حاجه ب 31 دولار. فقال له خلاص انا هعمل لك 20% وخش واشتريه. فالمهم جالي اهو الظرف اهو، عشان الناس اللي هتزرط كتير ده هو الظرف مقفول اهو، وهفتحه قدامك اهو. وعملوا لي تخفيض 20%، 20% على التوتال يعني اهو اهو. 1 2 4 هم، 4 هم، 4 متر كارد، واهو بالعنوان وكله، وعليه تخفيض 20%، يعني ارخص مني. قالوا دي حاجه بسيطه، ان احنا يعني ايه مثلا ايه، دي حاجه بسيطه لان انت راجل يعني ايه ايجابي، دي خليك ايجابي برضه، في حاجه حصلت ما تسكتش على حقك. وهنا ما اعرفش بقى الدول العربيه حاجه زي كده، قولوا لي في تعليقاتكم موقف حاجه حصلت زي كده. إيه كان رد فعلكم ايه؟ هل انت سكت، طنشت، فوت؟ لا ده اللي انا عايز اعرف رايكم ايه. وهنا في امريكا لو انت سبت حقك محدش هيسأل فيك. لو انا ما كلمتش واتصلت وعملت وضيعت وقت شويه عشان اكلمهم كانش حاجه هتحصل. بس انت ايه، لا يضيع حق وراه مطالب. احنا هنا في امريكا بيطبقوا لو انت عندك حق وجريت وراه هيجيلك، سكت عنه وطنشت انسى، محدش هيعرف. هتعرف ازاي ان انت ليك حق؟ ده اللي انا عايز اقوله، ده موقف حصل فحبيت ان انا ابينه للناس يعني. ويا جدعان يا جدعان الناس بتزعل مني عشان بقول حط لايك واعمل شير الفيديو. مش هقول حط لايك واعمل شير الفيديو، لو فيديو عجبك حط لايك، لان الناس بتزعل مني يا جدعان. ده مش غلط يعني، لو بتنبه الناس يعني، واحد شاف الفيديو وانت بتقول كده خلاص اوكي، انا مش هقول ولا شير ولا لايك، هسيبكم من نفسكم بقى. وبرضه يا جدعان احنا هنستمر والناس بتقول لي انت كل مره بتصور في البيت، صور في البيت، صور في البيت. انا ماشي اوكي، احنا لما تبقى قناه تكبر، لسه قناتنا صغيره يا جدعان، انتوا مش عارفين كده؟ يعني عايز اجيب معدات وعايز اجيب مش من فلوس اليوتيوب، عشان الناس بتقول لي انت بتجري ورا الفلوس وبتاع، مش كده. المشكله انت لو قناتك كبرت هيبقى عليك مسؤوليه، عايز تودي الصوره احسن، تودي المونتاج وكل الكلام ده. فانت قناتك صغيره مش يعني اوكي، دي حاجه ترفيه، حاجه صغيره. فممكن لو مثلا القناه وصلت 200,000 300,000 ممكن نجيب استديو اوضه ونعملها استديو ونعمل الكلام ده ونعمل مونتاج ونعمل حاجات كتيره يعني. ده اللي احنا، ده اللي انا عايزه. لسه ما قررتش ان انا هستمر في اليوتيوب ولا لا. يعني ممكن دي حاجات انا ما اعرفش، لو الناس تعرف دماغي من الفيديوهات، انا دماغي تعبانه. ممكن انا مثلا اقول النهارده انا ايه، الغي الفيديوهات وخلاص كده واقفل القناه، ما حدش يعرف عني حاجه. دي اللي انا بفكر فيه يعني. هل ده هيبقى بعد كده هستمر مع الناس، والناس هل هستمر، هل هبقى موجود، هل في فيديوهات مختلف. وطبعا انا من هواية السفر، الناس ما تعرفوش بسافر دول كتير يعني. ممكن هل لو قناه كبرت هل هصور لكم هنا واوريكم الروتين هنا والبلاد دي عامله ايه كده يعني. ساعات بتلاقوني بغيب، ممكن اروح اسبوع كندا، اروح اسبوع ساوث امريكا، اروح البرازيل، اروح بيرو، اروح مكسيك، اروح سان دومينجو، جمهوريه الدومينيكان. انا كده يعني، ما تلاقيني على طول يعني مختفي. ممكن يومين هنا، 3 هنا، 3 ايام في كندا كده يعني. فلو لو شفت ان القناه زادت والدنيا ظبطت، هنعمل لكم بقى في حتت كتير، ونوريكم الدنيا دي، ونتكلم مع الناس، ونعمل لقاءات في الشارع وسوشيال يعني ايه، اجتماعيات، ومع الناس نتكلم ايه ردوا فعلهم وكل الكلام ده. ماشي يا جدعان. وانا بقول بقى لو الفيديو عجبه حط لايك، مش هطنش الموضوع ده. ماشي. وبرضه مستمر، ومش عايز الناس تعجلني في موضوع الحكايات، لان الحكايات دي انا معايا ورق بسجل اللي حصل، المواقف النقطه دي لازم اكلمها، بحيث ان انتوا شايفين دلوقتي ان انا كنت يعني الموضوع منظم غير الاول، بحيث ان يبقى في سيناريو بتكلم عن كده، الموقف ده حصل. فيعني ما تستعجلونيش يعني. ويا جدعان انا موجود معاكم يعني. وفي حته في الفيديو حاجه اسمها الكوميونتي، المنتدى بالعربي. المنتدى ده بحط دايما صور، باخد ارائكم في حاجات. وزي ما قلت لكم اخر مره، لو عايزين جزء تاني من المشاكل اللي حصلت لي في اول شهر، فالناس ادتني تعليقات كويسه، وفي ناس عادة ما عجبهاش. يا جدعان حكايه مشكله اول شهر دي، او المشكله لما تصادفك دي مهمه جدا.
وهتعرفك حاجات كتير، وهتفهمك حاجات كتير، وهتخلي بالك من حاجات كتير. ماشي يا جدعان، ما تخنقونيش. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. ولو في اي حاجه تابعوا المنتدى، بحط برضو لو في لايف برضو هحط لكم اخبار عنه. واشوفكم في الفيديو الجاي يا جدعان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.